من ذا الذي يخفى عليك إذا نظرت إلى قرينه وعلى الفتى بطباعه سمة تلوح على جبينه. من الذي يخفى عليك إذا نظرت إلى من معه؟ العوام الآن عوام لا يقرؤون ولا يكتبون، إذا رأوك تمشي مع المنتقد يقول لك بالكلمة الفصيحة: ما وجدت إلا هذا تمشي معه؟ أليس كذلك؟ لما؟ منكرا عليك أن تمشي مع من مماشاته إزراء بك. فهذا قد كان عند السلف رحمهم الله تعالى. والأعمش رحمه الله يقول: كانوا لا يسألون عن المرء بعد ثلاث لا يسألون عنه، إذا أبصروا منه 3 أشياء: ممشاه ومدخله وإلفه من الناس. من يألف؟ مع من يمشي؟ مع من يذهب؟ مع من يأتي؟ خلاص يعرفونه. وقدم سفيان الثوري رحمه الله فيما يرويه يحيى بن سعيد القطان الإمام العلم، يقول إن سفيان الثوري رحمه الله قدم البصرة. يحيى بصري وسفيان الثوري كوفي رحمهم الله جميعا. فيحيى بن سعيد القطان يحكي يقول: لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع، يعني ابن صبيح السعدي، وقدره عند الناس. ينظر إلى الربيع ابن صبيح وإلى قدره عند الناس، مكانته عند الناس. ثم سأل: ما مذهبه؟ أي شيء مذهبه؟ فقالوا: ما مذهبه إلا السنة. فسأل ثانيا قال: من بطانته؟ قالوا: أهل القدر. قال: هو قدري.